الصيحة للإمام المهدي سلام الله عليه ستكون في شهر رمضان. في الحديث: إذا كان أوله جمعة وأوسطه جمعة وآخره جمعة، وتكون الصيحة في ليلة 23 من شهر رمضان، تكون ليلة جمعة. يصيح جبرائيل صيحة ما بين السماء والأرض: ألا إن محمد بن الحسن قائم آل محمد فاستمعوا له وأطيعوه. في الحديث يقول إن هذه الصيحة يسمعها من في السماء ومن في الأرض. واضح؟ كل إنسان يسمع هذه الصيحة. أتي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. في يوم 10 محرم سيكون يوم خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كانت هذه العلامة موجودة في شهر رمضان ستكون الصيحة. زين، شنو فائدة الصيحة؟ فائدة الصيحة حتى كل شخص يخرج ويقول أنا المهدي المنتظر ولم تكن له صيحة فاعلموا أنه كاذب. فأيها الأخوة، خلينا نكون إن شاء الله مهيئين حتى نكون من المنتظرين لمولاي صاحب العصر والزمان، ومهيئين لصاحب الزمان. كل إنسان عنده ذنوب، عنده معاصي، فليتب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون من أنصار مولاي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه.